حبيبة القلب يا حبيبي. سلام. أول شيء السلام عليكم. تاني شيء اليوم معنا ضيف عزيز، بطل من أبطال بصراحة. الأخ هاشم رضا، هو مسعف بالهيئة الصحية. يا أهلا وسهلا فيك. حبيب القلب والله شرفت أهلا بيتك فيك. ومطرحك. حبيب القلب. طيب أنا حبلش معك الحلقة مثل كل العالم بالطريقة الصعبة. عرفنا عن حالك. هاشم رضا من بلدة عيتا الشعب الحدودية، مسعف بالهيئة الصحية الإسلامية من 2018. لمعركة أولي البأس حسيت إنه أنا دوري مش بس مسعف، كونه أني عندي خبرة بالإعلام وشدة تعلقي بالهيئة، وحسيت إنه العالم لازم تعرف قصصنا، فاندرجت كمان ضمن الإعلام بدفاع المدني للهيئة حتى بين صورة الهيئة الصح، خلي يعني العالم تعرف قصصنا، تعرف وجعنا، تعرف تضحياتنا، تعرف انتصاراتنا شوي يعني ضمن الدفاع المدني. بالإسعاف وبنفس الوقت عم تغطي إعلاميا صح. كيف عم يتحركوا المسعفين. طب أنت قلت لي بلشت بال2018. صح. شو اللي خلاك تفوت، يعني شو اللي قررت بدي فوت على إسعاف الهيئة الصحية؟ هلا هو طبيعة الحال كانت وقتها خالصة قصة سوريا، وشباب الدفاع المدني هن اللي يشيعوا الشهداء، يعني هن اللي يكونوا بخدمة الشهداء. هلا طبيعي إعلاميا إنه أنت تشوف الهيئة وإسعاف وكل العالم تيجي تركض على الإسعاف، صار عندي حاجز إنه أنا أصلا بحب جرب كل شيء بحب شوفه، لا بدي تفوت لك نظرة عليه. والله تطوعت بالهيئة، فشوي شوي صار في قصص هي لا تشدني زيادة، إنه إيه من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني في مطارح إنه إيه صرت شوف إنه يمكن أنا هذه الروح اللي أنا عم أنقذها، عم شوف بالتشييع قديش بيجي مئات ومرات الآلاف كرمال يشيعوا هالشهيد، فبنفس الوقت إنه أنا يمكن عم أحيي هذا الروح، أنا أحيت 1000 شخص. فالهيئة هي مجال واسع، يعني كل ما تغوص شغلة كل ما تكتشف شيء أحلى، يعني بشدك بزيادة إنه أنت لا تتعلق وتكمل الحضور والمسيرة يعني. فهمت عليك. قد كان عمرك وقتها؟ كان عمري 18 سنة. 18. أنت كنت مدرسة أو جامعة ولا؟ كنت بعدني بالمدرسة. أوكي. كنت غطي، هلا طبيعي إنه شدة تعلقي صرت غطي نوعا ما عن المدرسة إنه إيه في حالي دغري يلا اعمل حالي وروح. كنت وقتها تطوع؟ كنت تطوع يعني. وما يروح خلص أنا بروح لحد ما خلص إنه الأهل خلص إنه ما عندناش مشكلة، بس تعلموا أخدمهم بطريقة حلوة يعني. هذا شيء رجعت فهمته. كفت علمي وبنفس الوقت أنا بعدني بالتطوع، بس كنت جامع بين الاثنين، خلص ترتيب الوقت منظم بين التطوع وبين درسي يعني. على الأقل. هلا أنت قلت لي أنت من عيتا الشعب. أهل عيتا لهم طابع لحال غير كل الضياع. بقولوا عنهم مدينة، يعني هي نص مدينة ولا شوية على مدينة. هو انت ضايعة. أيوة. احكي لي عن عيتا، كيف بتشوف أنت عيتا مقارنة بضياع الجنوب كله؟ هلا ليك كلمة عيتا هي إلها كتير رمزية، في عالم بيلفظوها باللكنة الجنوبية عيفة. هي إلها كتير رمزية، يعني هو الواحد ما يعني اسأل هلا الظاهر بلشت العالم تحس بضياعة، يعني هو نحن من أول الإسناد نحن مهجرين يعني، فنرجع العالم تطلع فيهم نحن مهجرين. هلا بس نزحت العالم صار تعرف حب الأرض شو يعني كل ضيعة صارت تعني لا تعرف شو معناتها يعني. عيتا هي عن جد إلها رمزية، خصوصاً اللي هي إلها تاريخها المقاوم الصامد، أهلها وشعبها وتضحياتهم. الله يرجعنا على عيتا إن شاء الله. يعني والله بعرف في تعلق خاص بين أهل عيتا، لأنه حتى ما بعد بفترة الهدنة هول 15 شهر في عنا جيراننا من عيتا كانوا يطلعوا كل أحد يطلعوا لفوق. هي خلص إجباري بده يقعد فوق وبيرجع بدي عربي شم هواء دخن سيجار واشرب قهوة بالضيعة بس. 100%. وهي عيتا كانت إلها رمزية بخصوص أهلها، يعني
انه اهلها هي مثل ضيعه، هي ضيعه كبيره بس نفس الوقت صغيره. انه ايه كل اهلها مع بعض، صار عندنا حدث كل العيله كل الضيعه كل بيحشوا لبعض. العيال بتجي خلص بدها تساهم بدها تساعد. عن جد لها رمزيه يعني. طيب انت قلت لي على فترة الاسناد، وهو اللي صار انه عن جد اول ما صارت اسناد غزة الحافة الامامية كل اهاليها تهجر. صح. انت كحدا بمصحف الهيئة الصحية، شو كان ردة فعلك وكيف كانت هيدي الفترة، فترة الاسناد؟ هلا طبيعي هو في ضمن فتره الاسناد هون كل واحد بصير بده يروح على شغل. هون لا خلص دغري بتلبس بدله الدفاع المدني من اول، خصوصا انه طابع الدفاع المدني هو له طابع غير باقي الاشغال يعني. طابع الدفاع المدني هو بده يروح كرمال الجرحى والاعتداءات، وبنفس الوقت هو بده يكون مسؤول عن اخلاء المواطنين، صح. يتاكد خصوصا حتى في مواطنين ضلوا صامدين، لا بنفس الوقت هو كان يروح يضل معهم بحاجه لشيء، يجيب لهم اكل. طبيعه حركه التنقلات كانت صعبه، فلا هو كنا متوكلين فيهم يعني، اكل شرب، حدا صابه حالة مرضية. يعني اهتمام بأهل الضيعة بالصامدين وبالجرحى من جميعهم. بكل شيء نحن يعني إلنا بصمة يعني اوكي. كدفاع مدني هيئة. اوكي. صمدنا لفترة الإسناد، ضلينا بالإسناد كلها. كم واحد لا كنتوا بالضيعة كهيئة صحية؟ هو كنا 14، كنا مقسمينه إنه شيء بيروح 7 عند أهله، شيء بيضلوا. إيه لا فترة أولي البأس، فترة أولي البأس هونيك صار انزرك الوضع. نحن ما عادش عندنا قدرة نكمل لأنه الإسرائيلي صار على حدود عيد، فانطلب منا إنه نحن نرجع للضيعة الخلفية اللي هي ورا شوي. وبنفس الوقت إنه بحال كان عندنا القدرة نفوت دغري منفوت. لا حتى رجعنا حطوني بصديقين، كانت صدقني. مكان إقامتي بصديقين بمعركة أولي البأس. هي لا خلص خلصت الحرب يعني. اي والله. آه كم بدي أسألك، يعني هلا في كذا شغلة مرقوا وبدي أسألك عنهم. آه لا هيك راح عن بالي. بحرب أولي البأس أنت كنت بصدقين قبلها، هل صار في استهدافات بفترة الإسناد لشباب الهيئة الصحية؟ صحيح صار في كذا استهداف. أول استهداف هو كان للضيعة المجاورة لعيتا بلدة حانين. ايه. صار في استهداف المستوصف هونيك وقتها راح منه شهيدان مسعفين، وفي منهم واحد من عيتا. هيدا قبل أولي البأس. هذه بمعركة الطوفان، معركة طوفان الأقصى بأولي البأس. صار في كذا استهداف. هلا طبيعة الحال إنه هون ببلش، خصوصا إنه عم يستهدفوا هيئة. إيه بتبلش الأهل هون بتلعب على الوتيرة إنه خلص شو مقعدك، خلص ارجع لورا. هون لا، طبيعي خوف هون الأهل. انت طبيعي. هون هلا انا كمان على صعيد الشخصي لا تعلقت بزياده. ايه بحب الخطر. وخير إن شاء هو الله. اول شيء قلت لك انه انا بحب جرب كل شيء. إيه بدي اخذ اني بقيت شو راح يصير، بدي اجرب هذا الشعور شو راح يصير. ايه هلا انا كنت عامل مثل سكوب لاهلي انه ايه اول ما تنزل الغاره هيك صور لهم انه خلص طبيعه الحال انت صرت تعرف الحرب ايمتى بيطلع، بس بده يغير. تقدر كلنا صرنا انه ايه تقدر تقفرها مرات، انه ايه صور امزح تخبط الغاره كفي مزح يعني. هي من حتى روحن اهلي يعني انه ايه ما الغاره بعيده عننا. نحن لا طول ما قاعدين ماشي الحال امورنا بالسلام، مش عم نعمل شيء غلط يعني. لحتى بس تطمنهم شوي. بالضبط. بس منيح انه هيدا الشيء انت عم تقول انه شجعك وحفزك اكتر لحتى تضل انه ما خفت. هل هيدا الشيء كمان بينطبق على كتير شباب؟ يعني نحن بنشوفهم بس انت بتقدر تشوفهم اكتر كردة فعلهم انه استهداف المسعفين. هل هيدا الشيء خليهم يخافوا ولا خليهم مندفعين اكتر؟ ليك هلا هو بضربات الاسرائيلي هو بده يكسر صمود الاهالي. يعني في مطرح من المطارح هو لا مستقصد يستهدف مدنيه، خصوصا نحن متابعين للجسم المدني يعني. صح. هذا الشيء صراحه لا ما يعني ما اثنى على الشباب، بالعكس يعني خصوصا هن متطوعين. يعني المتطوع بيقول لك انه خلص انا هالقد قدرت ما عادش كمل يعني. هذا الشيء ما شفتوش ولا مره لمسته. بالعكس لا كل ما يصير في استهداف
كل ما تلاقي شباب هي بدها تتطوع غير اللي كانوا متطوعين، انه إيه نحن بدنا نطلع، نحن بنكمل، نحن هيك. فلا كان في زياده من المتطوعين، هن حابين يشتغلوا، هذا العدد كان عم بيزيد رغم الاستهدافات اللي هي عم بتصير يعني. لانه خط بطولة هيدا، انه كل واحد بيقول لك انا بدي يكون هذا الشخص اللي هلا انت زي ما قلت اول الحلقة، انه يلي عم بتداوي ويلي عم تعطي روح صح للناس بوقت الحاجة. يعني بالضبط. مش انه بس وقت السلم، لا انت بنص الحرب بدك عم تندفع على الموت. هي ايه صارت خصوصا شباب الهيئة واللي هن ملامسين للطاقم الطبي، يعني من باقي الجمعيات كمان، لا صاروا فعلا، صارت العالم تحس انه نحن مسيرتنا انسانية. صح. يعني ايه، انا ما عندي مشكلة روح استشهد كرمال احيي عالم، ما عندي القدرة انه انا روح ضحي، ما هالإثار. هذا الايثار عن جد عند الشباب كل ما هو عم بيزيد، كل من بعد استهداف، من بعد اعتداء، هو لا عم بيزيد على الشباب. خصوصا رغم مرارة الحرب، يعني الحرب صار لها 3 اشهر ما لقيت الشاب قال اخ يعني لا بعد بدي، يعني صرنا نحن نخفف اعداد، لا ما بديش فل، طيب انقلوني على نقطة ابعد شوي، ما خلص بده بده يضل، يضل. بده يضلوا عايش الجو، عايش اللحظة يعني. قلت له انت بدك بتحب تجرب كل شيء، وجربت انت الغارة، اكلتوا غارة. صح. وين كانت الغارة هي اللي بمعركة استهدفت؟ قلي البأس، قلت لك رجعوني على صديقين. فهلا استحدثنا نقطة كونه صار يتعمد الإسرائيلي إنه هو يستهدف المراكز، فلا نحن بطبيعة الحال حتى نحن نتوزع، عملنا مثل نقط مستحدثة بكل ضيعة، منه نحن بنخفف العدد بحال صار في اعتداء على النقطة الثانية هي تقدر تغطي النقطة الأولى، وما بيصيرش في ضغط على النقطتين يعني. فقعدت بنقطة بصدقين على جنب الطريق. هلا طبيعة الحال انه انا شايف اللي رايح، شايف اللي جاي، المدنية اللي هن بس اشتدت الوتيرة صارت تنزل يعني. هون عملت هيك حبيت اعمل انه مضيف. هو كنت قاعد بقهوة، استأذنت من صاحب القهوة يعني، صرت وزع مي. وزع مي هون لأهلنا واكل. الناس حين لا اللي اللي نازلين من كفرة وياطر ودبل ايه. وعينبل اللي هن هون هي ضروري نلفت لنظر انه نحن مش بس للشيعة، ولا نحن بس لجمعية تانية، لا نحن لكل لبنان. يعني ما بتفرق معنا نحن طوائف تانية، بالعكس لا نحن للكل. على القد. فكانت انه ايه انا كنت تفضلوا يا اهلنا انتم نازلين، كونه انه انا مجرب النزوح فبحب انه حدا يستقبلني ولو شربة مي يعني. يخفف عنك هيدا فكانت لفتة حلوة انه من الاهالي حتى من كل العالم، انه ايه هذا مش هذا الهيئة، مش هذا اللي عم يسلخوه اللي عم يضربوه. إف. لا هون صارت تتوضح الصورة شوي شوي للعالم، انه ايه هو مش مثل ما عم تحرض العالم يعني علينا. ايه بقيت لفترة يعني قعدت 7 ايام. نهار الثامن قمت أنا كنت شو كل يوم الساعة 4 الصبح خلص في متلج من السقعة، لأنه كنا ننام برا. كانت وقتها شتوية كنا ننام برا خلص كل يوم الصبح الساعة 4 الصبح، أقول لك يا الله شو بده يصير، اللي بده يموت بيموت. بحمل حالي فوت نام بالنقطة يعني. إلا هالنهار سيبت إنه عززونا بإسعاف، قمت نمت بالإسعاف الساعة 6 الصبح. بسمعش إلا يعني ما بين صاحي وما بين نايم يعني، بيشخر الصاروخ وغارت. هزت الإسعاف ودارت الإزاز يكر علينا، كنت أنا نايم على الشريو ورفيقي نايم تحتي. فتحت الإسعاف قلت له علي طار المركز. قال لي شو عم تحكي؟ قلت له ايه والله. قال لي شو بدنا نعمل؟ قلت له والله يا علي أول مرة بنحط بهالموت مش عارف شو بدي أعمل. ولا كانت الأمكاك ترر على الأرض، فقلت بدك خلص تلبد. ايه قلت خلص بقعد شوي. قلت له بنقعد شوي بس لتروح الأمكاك يعني، لحتى أعرف هي بدها تقتلنا ولا هي بدها تفللنا يعني. رجعنا حملنا حالنا وجبنا البوبكات، فتحنا الطريق وقعدنا. رجعنا نزلوني عصور فترة شي 5 أيام، رجعت طلعت على صديقين. أول ما قالوا لي اطلع صديقين هون لا، هو صح إنه أنت بحب جرب كل شيء، بس في نوع في محطة بينك وبين حالك هي فاصل. يعني هون برجع بتذكر الإمام الحسين بين السلة وبين الذلة. على القد. يا إما أنا بقول لهم ما بديش روح، أنا هون هلا كونه إحنا هيئة صحية إسلامية،
انا تركت الامام الحسين بهالفتره يعني، فلا ما قبلتش. يلا على صدقين على صدقين. وصلت على صدقين، هن كانوا يعني الشباب بدهم يحطوني بصدقين ويكفوا هن عياطر يسحبوا شهداء. قلت لهم وين رايحين؟ قالوا لي عياطر. يلا عياطر عياطر، طلعوني معكم. يلا عياطر. مشهد ياطر اول ما وصلت عليه، شو بدي اقول لك يعني، فعلا في يعني بغض النظر عن البطولات وانت في مطارح انه انت بتقول انا عملت وانا سويت، هلا هون انت مرحلة فصل بس يعني، عايش بعد شوي بتستشهد. بتعرف شو ما يعني يلا يعني ثواني يعني يمكن بتعرف بينزل الصاروخ بيستشهد. مثلا شفت الفيديوهات اللي هي خصوصا باعتداء درقانون على كشافة الرسالة، صح. عم بيشيلوا استشهد. هي فاصل بس. شلنا الشهداء، شلنا الجرحى ونزلنا. هلا أنا هون حطوني بصدقين وهن نزلوا. هلا بعدني عم تعرف على الشباب. أنا يعني كان في شبان هن من أصل صدقين وأنا جيت الثالث، فعم لهم إنه شو اسمك، شو بتشتغل، شو بتسوي. وبتذكر إني أنا عبت كاسة مخلوطة وأكلتها وفتت لحتى تلقح يعني، كنت تعبان يعني. هلا هون أنا منطفى الضوء. هي وحده تاني. هي التاني، هي اللي هي أثرت علي، لأنه أنا كنت بقلب المبنى. هلا أنا فقت، ما خلص فقت لقيت حالي بالمستشفى. هون صرت إنه أنا شو صار، ليش هيك. بنفس الوقت هلا بعدين أنت هو بتصير تتذكرون إنه شو كان صاير معك. هلا بعدني من دون وعي. هلا قالوا لي أخذناك على مستشفى تبنين، رجعوا نزلوني على حرام. هلا أنا بهذا الوقت إنه أنا كان رادد على التليفون، رادد على رفقاتي، قايل لهم انا باعت فويس لاهلي انه انا منيح، جرسوش الدنيا، ماشي الحال، سالك اموري. واصلا مش عارف كيف فاتح التليفون. انت هون خلص انا هون دماغك ما عم مش مستوعب شو صار يعني. خصوصا هي بعد ما تفيق يعني بتبلش يبرد الدم، بتبلش الاوجاع. بتبلش هون في بيوجعك بقول لقيتهم مقضبيني هون براسي وعندي شعر بظهري. هادي قال لي الحكيم والله زمطت مشنص. قلت له لا. قال لي لو انه جاي بضرب شوي فوق كنت انشلت. لا اله الا الله. والله يعني امك دعيت لك وخلص إلك عمر. هلا بعد ما التقيت بالشاب اللي كنت عم سولف معه، عم تعرف عليه. قلت له انه هو كان واعي يعني. قلت له شو صار؟ قال لي انه انا وياك كنا بقلب المبنى جوا. قال لي انت كنت متسطح، فقلت لهم انا انه اسرعوا الصاروخ علينا. هلا انا مش عارف انه الصاروخ علينا ولا مش صاروخ، مش ذاكر شو صار يعني. بس هو قالوا لي كان في زنار نار على صدقين. ظهر اني سامع غاره، قايل لهم ظهر نطلع، مش عارف شو التفصيل يعني. فقلت لهم اسرعوا لبر وصارت الغار. هلا بعد ما فاق الشاب شو قال؟ هو اندمل نصه. شو فكرني اني وراه واندملت، استشهدت يعني. لبعد فترة لا طلعت أنا طاير لبرا وهو مدمول. لبعد شي فترة نص ساعة أنا بقيت 50 دقيقة بالأرض، لأنه فعليا ما كانش حدا يبلغ عن الغارات إلا هو المسعفين الموجود هناك. المسعفين تصاوب. مين بده يبلغ عنهم؟ سيابت هو مدري يعني، الشاب ضله واعي ماشي حاله. هو دق للإسعاف سلام نحن أكلنا غار تعالوا لين. المهم هلا بعد 50 دقيقة لحتى اجوا، لأنه كان الإطباق الجوي كتير مسكر يعني، كان في كثافة مسيرات. ونحن خلص مثبتين إنه كان إحنا كهيئة بحال حدا استهدف ما حدا يغامر كرمال التاني. ما يعني ما تموت كرمال، ما تضحي كرمال. هلا لا هذا بشو بس بيناتنا يعني. بس بالنسبة لباقي الاستهدافات لا، لو نحن بدنا نتشقف بدنا نروح. هذا المكون مثل كود بين بعض انتو يعني انت مستعد تضحي بنفسك كرمال رفيقك اللي معك. انت عارف الشباب رجعوا دغري اجوا. هلا هي اكلت 50 دقيقة بين الغارة. هلا هو دق لهم بعد يعني 10 دقايق كانوا عنا، بقاش بعدهم مبلغين لحتى طال التليفون الشاب وعزل حواليه شوي لحتى بس يستوعب هو شو وين يعني. فقام اجوا عم قال لهم لك روحوا هلا بيرجعوا بيسلخوكم، ديروا بالكم روحوا.
استجابت انه انا كنت طاير لبرا دغري حملوني وضليتني رايح يعني. آه اي والله استشهد هو اللي حملني يعني. شو منتهي. استشهد بعدي بأنا ياسر الحكيم. رحمة الله عليه. اي والله. طيب ها كله وهالأثر النفسي كله كيف تتعامل معه أنت على الصعيد الشخصي، وكيف الشباب أنت بتشوف بيتعاملوا معه؟ يعني أنت عم بيصير معك كل هدول الاستهدافات، ونحن عم نحكي أنت بما تمثل من الجسم، لأنه الشباب كلهم يعني للأسف ماكلين ضرب وشايفين زي ما أنت قلت قبل شوي لما طلعت عياطر، المنظر مش مثل صح. الحكي، إنه بيعلقوا صور براسك، بتشوف مناظر نحن مش مجهزين أو معودين الإنسان إنه يشوفها. كيف بتقدر تتخطى هيدا التحدي النفسي؟ هلا لك انا صراحة خلطت كثير من الشباب، خصوصا بعد الاستهدافات دغري روح عند الشاب شوفوا العيال عم يضحك عم ينبسط مبسوط. هلا اول ما تفوت يكون هو عم يضحك وضحكته بتفوت لعنده بيسألكش عن حاله، ما بيسألكش والله اخ واكلت غاره، دغري بيسألك عن اللي كان معه، لك شو صار فيه. هلا طبيعة الحال في مطارح هو بيكون الاخ مستشهد بس ما بدهم يبلغوه كرمال ما يتعبوا له نفسيته. بس الحمد لله شبابنا كتير كتير عندهم، بديش اقول عقيدة احسن ما العالم باقي لا بالعكس، هيدا هي شغلة العقيدة كمان هي خاصة بالله ما خاصة ما خاصة لا بأحزاب ولا بشيء، بالضبط. وهيدا اللي عم بيحاولوا يسحبوه مننا. صح. لأنه أنت يعني هلا صار عفوا عم أطشق، صح. بس الفكرة من إنه ليه العالم بتصبر أو شو اللي مصبر هيدا العالم هي عائدتها. قبل شوي أنت قلت بس قالوا لك بدك تطلع على صدقين، لوين رجعت أنت عند الإمام الحسين؟ عاشورا 100%. طب ما هي هي عقيدة، المدرسة. صح. عقيدتك الإسلامية الشيعية يلي منها أنت عم تاخد صح. العبرة ومنها عم تاخد الشجاعة. صح. كمل على العقيدة. هلا بقول لك انه خلص ما حدا بيموت ناقص عمره. مطرح ما تكون بس تجي ساعتك هي بدها تجي، بس هون بتبقى انت عليك، انت يا بتختار تكون بارض الميدان يا ما بتموت على الفرش. وان شاء الله نحن بندعي الله انه لا نحن نستشهد بارض الميدان، أنا نستشهد بتمنى نحن لك وحاملين رسالتنا الانسانيه. طول العمر، بتمنى لك طول العمر، وإذا النهاية بتكون هو ان نهاية شاء الله يعني هو نحن بدنا نشوف النصر، لازم. بدنا نشوف النصر اللي ناطرينه يعني. هلا خصوصا نحن على مشارف ال 25 ايار. نحن اليوم هو فعليا عيد التحرير ب 24، هو 24 ولا وإحنا 25؟ أعلنوه 25 بس هو ب 24 سحبوا صار بلش ينسحب. ايه. لوين التهديد؟ على القاع الغربية ونبطية عبد صالين كذا ضيعة نبطية. الله يعينهم الاهالي. الله يعينه. انتوا شو بتعملوا بس يكون في، بما انه هلا عم نحكي، شو بتعملوا بس ينذر. ايه ينذر مثلا المنطقة كلها؟ هل بتخلوا ولا بتضبطوا؟ طبيعي انت هون لا بدك تروح كرمال مع موقع الاخلاء، بدك تخلي العالم اللي هي يمكن ما معاش خبر، خصوصا انه هو ادمن وخبيث نوعا ما. غارة المعشوق الساعة 2 بالليل بس انذر. انا كنت هون. طيب من الساعة 2 بالليل مش بده يكون بس في. هيك يا هاشم، هي اسرع ضربة بيعملها. يعني نحن بنعرف بيقعد ساعة ساعة ونص، بهيدي نص ساعة كان ضارب. لك اذا بتلاحظ كمان بس مجرد ما عم بينذر دغري عم يتقصد يسلق عائلة مدنية. دغري خلص انه انذر والله مثلا هي ضيعة بده يطلع يضرب عائلة وهون مدنية. هو مستوصف كمان، يعني هو ضرب مستوصف وباحت عاشورة. خلص بدوش العقيدة الراسخة، بده يضل خلينا مهزومين. ما هذا اللي الشيء فشل بيحاولوا انه يعملوا. ملك، هل بيحاولوا يعملوه بحربهم النفسية والفكرية علينا؟ هو انه انت اول شيء بدك تسلب مننا عم بيجيبوا القوة، مصدر القوة. فانت بتبلش تشيطن هيدا الموضوع، بتبلش تحطه وتغلفه بقصص سياسية، بقصص خارجة عن الإطار لحتى العالم تنسى الفكرة اللي هي عم 100%. وتصير زي ما اذا هلا مثل ما انت قلت انه بديش اقول عقيدة احسن ما يفكروا هيك، بس هي يعني شوف تأثيرهم لوين حطوا انه شيطنوا فكرة عقيدتنا. لك. هو انتبه نحن يعني هلا انا بهمني انه انا اوضح لهم الصورة. هلا انا ما بديش كون حتى كون مبرئ للذمة انه يمكن هذا مش فهمان انا شو قصدي،
بس لا يا اخي تعال، انا قصدي 1 2 3 هن لا دغري بيطلعوا بيبنوا على الاشياء اللي هي بدهم اياه، اللي هن خلص عقيدتهم كمان مرسخين انه هذا اللي هو اللي هن ضد. صح. طب كيف وليش؟ ليش نحن ضدهم؟ ليش هن ضدنا؟ فهيك. هو بس لو الواحد بفكر انه ليه هدول العالم بعضهم بأرضهم، بيعرف السبب وراها، وبيعرف كيف بفكروا، شو القيم اللي لهم والثقافة اللي عنا. صح. وهذا الشيء اللي مش موجود. بدي أسألك كيف قبل نحن يمكن نطينا على موضوع النفسي بالنسبة للشباب أو هيك. هل في شي برامج دعم نفسي لإلكن؟ هل في نوع يعني منين غير العقيدة انتو بتاخدوا هيدي القوة؟ منان من صفنة الليل. صراحة يعني هو آخر الليل الواحد بيفتح تليفونه وبصير يقلب بهالستوريات، إجباري بده يطلع بصورة شهيد هو يا هم هو شايله يا أما رفيقه مسعف. يعني هون لا، أنت هون بتشوف يعني حتى رفقاتنا المسعفين إنه ما تتركوا هالخط، خليكن فيه، ما تروحوا لمنحى تاني، كملوا بمسيرتنا، دمنا ما تخلوه يروح هيك. هذا الشيء هو اصلا دافع انه انت بلا ما تروح عند معالج نفسي، انه هي الشهيد هو عم بيوصيك، فحتى انت تكون يعني خصوصا موضوع الجرحى، يعني بتشيل الجريح بصير يطلع فيك انه ايش بك كنا مسلكة اموره، يعني انه بيتشكرنا انه نحن بنتروحن فيكم هون، نحن بنحبكم تكونوا هون، بنشوفكم خلص، انه مجرد في هيئة بتضيعها بتحس فيها روح الحياة، انه هي في اسعافات رايحة في اسعافات جاي، بغض النظر انه هو المشهد قاسي، انه بنروح نحن على الاشياء اللي هي مأساوية يعني. صح. بس خلص مجرد ما العالم تروح بتشوفني بتحس في روح بالضيعة، يعني في عالم تجي في عالم بتروح. ايه هيك. ومن النهاية انت الملاك الحارس. يعني انت اذا بتسحبني انا بكون تحت الدم، وبتسحبني انت علق لك صورة عندي بالبيت، عرفت شو قصدي؟ فانه بفهم نظرة العالم لكم، لانه نحن كمان نفس الشيء، بتطمن شوي انه صار علي شيء، في حدا حيلمني، صح. في حدا موجود. بتروحن هيك بتحس بنوع من الامان، مع انه هو الاسرائيلي. طب وقد ايه في عالم بتقلك قيم الاسعاف من هون؟ ليه شو قصتها هيدي؟ يعني وصلت انه اهلي شو يجيبكم لك نحن مع مين؟ لك نحن معكم ولا مع مين؟ واما تروح طلعوا فيك انت بالهيئه مستهدف، طب ايه لك محميني؟ طيب لك بلا ما تحميني وتقول لي خليك وتسلط الضوء علينا، لا فيلم من هون. كثير كذا مره يعني صار الموضوع هو بيزعجنا يعني، بس بنفس الوقت لا فيكش تقول لحدا لا فيكش تقول لحدا انه ما خصكش، لا بدي صفه هون، لا ما نحن كرمالكم، بدك تروح بروح. مع انه انتبه هو نفسه هذا الشخص بده بس يسوي شيء بده يرجع يدق لنا، يعني رح نرجع نجي، بس خلص انت هون لا متيقن انه لا بدنا خلص بدك فل. ايه ما هي غريبة كمان انه بس من جهة بفهم العالم خوفة، صح. يعني وانت كمان بتتفهموهم ليه عم بقولوا هيك. ابدا ما بحس انه كرهن إلكن، بس هن من اجرام الاسرائيلي انه خلص ما عاد في شيء. لك هي اصلا بيناتنا يعني بنصير نحن نضحك نمزح يعني فاهم طرح انه ايه نستحدث نقطة هون، بعد شوي بيرجعوا الشباب ليش رجعتوا؟ زعبون لك منزع قلب خلص بدناش يعني يكونوا هون، نرجع نستحدث نقطة تانية انه خلص انه ايه بس انه متعودين، بس الواحد يروح شو زعبوك ايه هيك بنصير ننكت، يعني ما بناخدها والله طرف سلبي كثير، الطرح هو بقلبنا انه ايه ليش عم تعملوا معنا هيك، بس الطرف الثاني لا خلص نحن بأمركم، اصلا نحن وجودنا كرمالكم مش كرمال حدا تاني. على القد فايه والله هو الاسرائيلي لعب على كي الوعي عند العالم، فصارت العالم انه اول ما يستهدف مركز بطلت تسأل انه ليش هي جريمة، في ارواح راحت، ليش استهدفون، شو عاملين. عم ينقلوا صواريخ بالاسعاف. هو عمل كي الوعي هيك. هدول الاتهامات يلي انت هي اتهامات باطلة يعني بيزرعها بلسان وعقول العالم يلي
عقلها صح. بسيط. عم ينقلوا صواريخ، طب ايه عم ننقل جرح، طب يعني شو وجودي هون؟ اصلا هو القانون الدولي هذا الاعتياد، يعني انت لو نقلت جريح انت فعليا انت مش ايدين هي حتى يستهدفك، لا هو ما انت موجود هون لحتى تنقل الشهداء والجرح. هو لا الاسرائيلي صار يتعمد مجرد ما يعرف انه في جريح يرجع يعد الغارة. يعني صارت عندنا بكذا حال، في عدة شباب هي استشهدت من وراء هالشغل. الدبل تاب. آخر شاب هو بشهبية حمل الجريح، هلا الأمكاك كتير مزومة عم تتفرجها هي يعني. الشهيد هو حرك حاله، مجرد ما حرك حاله رجع عاد الضرب، رجع استشهد الجريح واستشهد أخ من الهيئة. أي والله. في كمان قصة الشهيد يلي ببرج قلواي، المصعف اللي استشهد بيه بالمركز ورجع هو بعدها بأسبوع تقريبا، رجع هو كمان استشهد تقريبا. ببرج قلواي ايه هو صار عندنا نحن 3 استهدافات ببرج قلواي. أول مرة استهدف المستوصف، رجعنا عملنا نقطة رجع غار عليها راح شهيد، رجع بعد النقطة رجعنا استحدثنا نقطة كمان رجع غار عليها. هلا من ضمن هود المسعفين في علي جشي بيو استشهد بقلب المستوصف. هي بترجع انه على العامل النفسي وما العامل النفسي. رجع بقول لك لا ما هن الشهداء موصينا نحن نكمل المسيرة، فاصلا اذا نحن ما كملنا المسيرة هون ايه هون العامل النفسي بده يلعب. بس لا مجرد ما نحن مكملين المسيرة لا فمسلكة امورنا يعني. وفي اخ وحيد لاهله يعني كمان فضل رميته، هو راح ضحيته 4 شهداء ثالث ضرب، وبعضهم الشباب ببرج قلواي بعضهم عم بيقوموا بمهامهم ولا ومكملين مستمرين يعني. اي والله. يعني والله الواحد ما بيعرف انه العالم شباب الهيئة مش بوجه انه باللحم الحي عم بيقاوموا صواريخ وزن أطنان والتكنولوجيا كلها. كان بدي أسألك كيف انتوا بتتعاملوا مع التحريض الإسرائيلي والغير إسرائيلي، التحريض الداخلي عليكم؟ يعني انت لما هلا كنت عم تقول لي انه انت بتفتح التليفون بالليل، لما تشوف مثلا بوستات او عالم من السياسيين او الاعلاميين عم بيقولوا عنكم انه انتوا يد ارهابيه وعم بيشرعوا استهدافكم، انت شو بكون ردة فعلك على هيك شيء؟ ردة فعلك انت هون فعليا بدك تستفز، خصوصا اني من عيطة الشعب. بلد مقاوم بدك تستفز، ليش عم تحكوا هيك؟ بس لا انت هون بدك فيكش انت تهاجم بنفس المهاجم اللي هن عم بيهاجموك، لا انت بدك تطلع تبين الحق، تطلع تقول لهم هي استهدافتنا لك سياراتنا خالية من الأسلحة. يعني في مقطع عرضوه إسعاف النبطية، صار في اعتداء، راحوا شباب الهيئة أكلوا غارة، رجعوا راحوا الشباب التانية رجعوا أكلوا غارة، راحت الرسالة رموا عليهم مدفع، راحت إسعاف النبطية كمان صاروا يرموا عليهم مدفع. فهي جو برو واحدة على راس مسعف بإسعاف النبطية وثقت كل الحال. يعني هو فيديو 4 دقايق وثلت إنه إحنا كيف وصلوا الشباب. نقل الشباب المسعفين، يعني هيك صارت يعني شباب صاروا ينقلوا بعض، بس الشباب اللي تحت هن خلص ما عادش قادرين يوصلوا له، بدنا نشيل اللي هن فوق. فبيبين بتبين الإسعافات هي واضحة ما فيها شيء، ببينوا الشباب شو لابسين شو في بجيبهم، يعني ما في أي من الاعتداءات اللي هن عم يعتدوا علينا بهالشغل. يعني لا عم ننقل صواريخ، لا عاملين اشياء ممنوعة، ما عاملين شيء. زي ما قلت الجو برو لحالها يعني بتفرجيك الحقيقة، منك بحاجة تطلع تكتب بيان. يعني هي بهالحرب هو صار في كذا اعتداء مبينين انه كيف نحن عم ناكل غارات، مش عم نعمل شيء، بس يعني شباب عم توجه على الغارة اكل غار، او الشاب التاني اللي هو عم يعمل جولة تفقدية بالبيت ورجع اكل غار. فامبارح صار في حادثة بكفرة، بلدة كفرة، وامبارح ضربوا الدفاع المدني هي والنبطية كمان. صح. راحوا الشباب حتى يتفقدوا غارة، هلا هن وراجعين قام قال لهم المسؤول الفريق كانوا 3 هن، قال لهم خلينا نتوزع شوي نحن ورايحين عند الإسعاف، الطريق كانت مقطوعة فإجباري ينزلوا مشي، قال لهم نحن وراجعين بس تفرقوا شوي.
هني وعم يتفرقوا اجى الصاروخ بيناتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. في واحد مختار فيهم هلا ان شاء الله، سلام إن الله شاء الله. يشفيه. وشبان مسلكة امورهم يعني، لا مسلكة هني ماكلينا يعني، بس إنه بتقول إنه مش مخوطر أو لا مش انه ماشي هيك حالهم يعني. أصل غارة غارة غارة. أي والله. غارة. كان بدي أسألك كيف آلية العمل اللي أنتوا بتشتغلوا فيها؟ يعني أنت هلا مثلا بتنزل غارة، هل بتدور دغري وبتروح على محل الغارة، ولا بتنطر إذن، بتنطر الميكانيزم؟ شو بتعملوا؟ كيف بتصير آلية شغلكم؟ هلا هو نحن عنا بكل الضياع في عنا نقط مستحدثة. هلا النقط المستحدثة هي رجعت نوعا ما كم قرية لورا، بس هي بتغطي عن اللي قدام كرمال الاعتداءات اللي هي عم بتصير. والإسرائيلي هو بده يمنع الحياة بهالضياع. مجرد ما تصير الغارة نطلع الجو مساعد ماشي الحال، ننطر نحن فترة 10 دقايق ونتحرك على الغارة. بحال نحن الإشارة العمليات هي كانت مبلغتنا إنه تحركوا على الغارة دغري بنتحرك. موضوع الميكانيزم والميكانيزم هو نحن في مطارح في مطارح نحن بننطرهم، بس في مطارح لا، بس يكون في حاجة إلنا بدنا نروح يعني مننطرش حدا. هلا هذا الشيء هو مغامرة نوعا ما مننا يعني، هذه بنرجع للتضحية يعني. بس بنفس الوقت نحن بدنا نأدي شغلنا يعني. موضوع الميكانيزم هو مثل ما بنعرف يعني، في مطارح بده يأيدك بشيء، ما بده يأيدك بشيء، عم بحد حركتك، عم بحد عم بحط حركتك اللي هي الإسعاف. بده يمنع الحياة. ف لا ان شاء الله ميسر الموضوع يعني. في تنسيق، في جزء تاني لا، هو الشباب هي خلص بتبادر لحالك، بتبادر لحالها لانه بتعرف في روح هي لازم تشيلها يعني. خصوصا انه زي ما انت عم تقول انه اولاد المنطقه قاعدين بنقطه، عارفين من العالم الصامده، بالضبط. عارفين كل غاره اذا في حدا ولا ما في. مثل امبارح صار قطعوا طريق البازوريه، فقالوا انه ليك ما فيها اصابات فما حدا يتحرك لهونيك. بعدين بعدها بشي ساعه طلعوا وفتحوا الطريق. طيب نحن اليوم كنا عم نحكي 24 ايار اللي هو عيد التحرير، وانت خلقان ما بعد بعد التحرير عيد التحرير، يعني شو بيقولوا نتاج تحرير، ثمرة التحرير. يعني سامع قصص بس مش فاهمينها. 100%. شو نظرتك لعيد التحرير؟ مع العلم انت ما عشته، بس انت اهلك عاشوه أهلي وكل عاشوه. الضيعة عايشيته. بالضبط يعني. هو بتصير تسولف انت مع امك مع بيك انه ايه كيف كانوا الاسرائيليين بالضيعة، عرفتني فيش نخوة. وين الظلم وين الظلم. وين النخوة محتلين ارضك. هلا يصيروا يقولوا لك انه ما كانش في، كان في صعوبة، كان في درجة خنق يعني. بيي رجعوا ابعدوه، قعد هون بالمساكن، ممنوع بعد يطلع على الضيعة، خصوصا بعد ما استشهد عمي. عمي هو كان اول شهيد بعيطة. الله يرحمه. ففعليا صاروا يقوسوا على البيت وقت التشييع، وزعبوا عمي الشهيد وزعبوا بيت جدي كله. رجعنا دفنيه وديعة هون لبعد بعد التحرير، رجعنا رحنا دفنيه فوق يعني. انه ايه بصيروا يسولفوا لك في سوالف بتفتش على ما بتقدر انه معقول هالقد الاسرائيلي كان يعمل فينا. هلا رجع انعاد الكر، بس لا انعاد الكر لصالحنا. انه ايه عم نشوف شباب المقاومة كيف عم تتصدى، كيف عم بتنكوز فيهم النكوزة يعني. على قد بالقبابيل. ان شاء الله المجد ان للمحلقات. شاء الله رايحين لانتصار كبير. ان شاء اي الله. والله. ان شاء الله. لا انا عم بنسى ثانية، عم بروح دماغ هلا زي انت عم تقول. هيك ذكرت قصة انه كيف كانوا. انا بتذكر امي حكت لي الاسرائيلي اجا على البيت لهون قبل التحرير، كان بده ياخذ اخوالي، فامي هجمت على الجندي الاسرائيلي وخزقت له وجهه. حلو. فقاموا ضربوا له راسه بالحيط وصار معه كهرباء براسه وهيك. وامي عم تحكي لي، كنت انا بعدني شي 16 سنه، بتفور فرت انه في حدا عم ضرب لي امي وهيك وهالقصص. ونفس الشيء قلت لها انه وين كان، قالت لي انه ما هالقد كانت قدرتنا يعني، ما كان الاحتلال متشعب بالجنوب، بعدين شوي شوي صاروا ينسحبوا وجيش لحد كمان شو عمل بالعالم. هالقصص يعني بتسمعهم من الجدود
بتتذكرهم. صح. لو سمحت بعدين. المبعدين قسما، معتق الخيام. سلم على الايدين. اهلا وسهلا بالشباب. شاي يا ويلاه، نحن على عيتها كتير بنحب الشاي. ما انا معقد مره شربت حدا من عايطة شاي مثل ما نحن بنشربه بسور. حلو. عم قال لي هيدا صاي، هذا نحن بنقول عنه زروق وليد. بديش اقولها لك. انا بدي اقول، فانا من وقتها كل ما بدي اشرب حدا ضيعاوي من الضيعه بجيبه اسود، يعني الضوء ما جيب بيخرق. بدك تخمره للشاي. الضوء ما بيخرقوا للشاي. ايه والله. فان شاء الله الله ييسر، ان شاء الله نرجع ضيانا. ايه نرجع لازم نعمر ان شاء الله. لازم. شو كنا بدنا نحكي بعد؟ أسأل سؤال، كيف كانت تجربتك فوق بهالحرب القرى الأمامية؟ شو شفت؟ لأنك أنت طلعت. مزبوط، نحن حكينا عن ال66 بس ما حكينا عن هيدا الحرب. هالمعركة أول ما بلشت كنت حاطط أني راسم براسي سيناريو شو بدي، يعني إذا علقت الحرب شو لازم يصير. هلا هو الواحد بصير يحط أسوأ الحالات كرمال إنه بحال صابة يكون هو متهيئ له يعني. فلا كنت حاطط أني سيناريو إذا علقت الحرب نحن كيف بدي بلش النخلة المدنية، كيف لازم بلش أني وثق هذا الشيء كرمال نحن رح نتعرض لاستهدافات. بدي بلش أعرض المشاهد إنه نحن ليش عم نستهدف، شو عم نعمل، ليش تستهدفني، شو عم بيصير فينا. فمن أول الحرب لا خلص أنا قلت بدي بلش صور، خصوصا مشاهد الشباب. كل شاب لازم يصور ولو مقطع دقيقة دقيقتين، بس إنه هو عم بدردش لي هيك سوالف. بلشت أبرم على كل الضيعة، يعني كل ضيعة كل فترة يومين دور بلش أبرم حسب البرمة. يعني ببلش من در قانون نهر اطلع وانزل من مية جوية وارجع اطلع على عنب عال كفرة بيعطروا هيدول وابرموا على حريص وتبنين. فكل شاب الحمد لله انه اني وثقته. في شباب هي كانت دافع، يعني عم بتوصي شباب الهيئة انه ايه اني صار علي شيء كملوا هيك. في اخ استشهد من كم يوم بضربة حنواي، كان معلق كتير برفيقه اسمه الشهيد كريم حيدر، بقى موصي يندفن انه كاتب بالرسالة اذا منت علي السيدة الزهراء دفنوني حد علي مزهر. علي مزهر هو استشهد بشهر رمضان بهالمعركة كمان. صراحة كيف صارت الحادثة يعني، ورجع اندفن حد لعلي مزهر. بحسب برماتي هلا بتوصل انت تلاقي الاملاك كتير على الارض، صوت المدفعي ما يهدى. هلا بنفسك انت بتقول هيك عايشين، بس بيقول لك انه بصير يضحك بيقول لك انه عاديه هالشغله وشو انت بدها تروح حتى تيجي ترجع يعني. بصير العادة صوت المدفعي وخلص بصير معلق بدماغك. صارك 3 أشهر انت فيهم. هيك ضليتني على فترة هالجولات لحد ما خلص قلت انه بدي اطلع اني بلش نم مع الشباب، يعني بلش شوف شو يعني اقضي معهم نهار كامل، شوف كيف بياكلوا شو بيشربوا كيف بيقضوا وقتهم بهالغراض. خصوصا انه بنقطة كفرة، نقطة كفرة هي كانت تغطي ياطر سربين وياطر وكفرة هن كثير عليهم غارات بهالحرب طبعا. فهلا يبلغ الشاب انه انا رايح على الغار، هو راجع يقول لك شلنا شهيدين 3 نحن وراجعين. شو شلنا شهيدين 3 نحن وراجعين؟ صار عندي خلص بدي اطلع اعرف شو عم بيصير. والله طلعت هلا انا وطالع بلشت اسلم على النقط اللي بعرفهم يعني. وصلت على اخر نقطة وعطيتهم اغراض كان بدهم زيت للموتير، عطيتهم زيت وحملت حالي وطلعت. هلا انا وطالع صرت بعيد عنهم بحدود الكيلومتر، بوقفني شاب عليه موتوسيكل عليه شبان بس هيك بيقول لي انه في ضربة مسير بياطر طلعوا شوفوه. هلا قال له الشوفير ماشي اتكل على الله بس خليك بعيد عننا شوي. مجرد ما بعد 10 امتار ضربوه. طلعت هيك من ازاز السيارة قلت له ضربوه. طلعت بالشوفير انه هلا انا يمكن انه شو نرجع شو لازم نعمل هلا. رجعت اني سألته له شو لازم نعمل هلا، قال لي استشهدوا الشباب. هلا بهالحالة انت بتعرف شو بدك تعمل،
انه هو كتير عم يعمل قصة الدبل تاب، او بيطلع بيدغري وبيرجع بيسلخ. فمع دقة الشاب اللي كنت مسلم عليه ومعطيه الغرض، فكر انه انا اللي ضربوني. قال لي الحمد لله بعدك عايش. قلت له ليك في ضربة شباب، اطلعوا جيبوها وانا طالع عياطر. هيك نحن مستغل الظرفين، انا بطلع على عياطر وهن مجرد يعني قبل ما يوصلوا بتكون راحت الدخنة، بيرجعوا بيحملوا الاصابات. حملت، طلعت عياطر، حملت الاصابات ونزلت عصور. حطينا الشهداء بالبراد، رجعت طلعت على المركز. انا بعرفوش للمركز وين. هلا هالمرة قال لي الشوفير هات لنصفى اناريه. عم بصفى اناريه وشخر الحربة وعزقت الدنيا دخن. دغري قال لي راحوا الشباب راحوا الشباب. هلا طلعت انا قلت المركز راح وخلص، اني بيني انه الشباب الهيئة هن اللي راح. نزلت دغري مع ركضة الشاب اللي عم يطلع من المركز البدلة. لابس البدلة وطالع ومرهوق. هلا هو شو انا مفكر هن اللي استهدف، وهو طالع مرهوق مفكر انه نحن اللي استهدفنا. هلا بعدين هو انت بتقعد صرت تحلل بالضربة. قال لي لو انه نحن فايتين بوز، قال لي نحن على طول بنفوت بوز بالسيارة. السيارة تكسرت يعني كل حجر كل دبج ينزل على السيارة. قال لي يمكن نحن لو انه فايتين بوز كان تعبوا كله بالشكل. عبى الحجارة فينا يعني. فهي توفيقات من عند الله بتصير يعني. بس خصوصا هي بظرف اقل من ساعة فعليا 4 شهداء. فلا صرت افهم اللعبة انه ايه في صعوبة فوق، بس شباب بعدها مكملة يعني. ايه والله رجعنا رحنا على تبنين. بتبنين صار تحسون تفضلنا يا زلمة. ايه يعني هو نحن كنا قاعدين حد المستشفى، غاروا على اول مبنى، صح. غاروا على الثاني، وبلشوا صواريخ مسير. يعني 5 صواريخ مسير بنفس الوقت. يعني بظرف يعني كل صاروخ عن صاروخ شي 10 دقايق. هون انت بتحس حالك انه وين بدك تروح. يعني قديش هي الدنيا كبيرة قديش بتصير صغيرة. مش بدي اعمل، وين بدي اروح، لك وين بدي اتخبى. المستشفى مش عم تزمط منه، فش شي عم يزمط من هالاجراء. صح. ايه والله رجعت تكررت هالحالة هذاك اليوم. عم نشيع شهداء حنواي ونحن ونازلين موكب اسعافات. فمرق الموتوسيكل من حدنا. هو كان معنا بالتشييع يعني حامل تليفونه ومعنا، مش هدف عسكري يعني. عم قلهم للشباب انه لك بدهم يقتلوه، لك بدهم يترقوه، هيك على سبيل المزاح يعني. وعم سولف لهم السالفه اللي صارت معي، انه انت عم تحكي مع واحد فيش ثواني استشهد. يعني عم بقول لك في ضربه مسير بياض، طلعوا شوفوها، قالوا الشوفير ماشي ابعد عنينا شوي، استشهد. عم سولف السالفه خبطوهم للشباب. الحمد لله كانت اصابتهم ميسره يعني دغري. لا حول ولا قوة. هيك كانت اسرع عمليه. صار الاستهداف، صفينا. هلا انا راكد عند الشباب، بس عم بتطلع بالشباب يعني عم بتطلع بالجو. بقى هو نهار استهداف شباب الرسالة بدرقانون. عم بتطلع بالمشهد بده يرجع يغير علي. يعني انا خلص رايح عم بتفرجى، يعني عم حس بزميلي احمد حريري شو كان عم بحس. عم روح الحمد لله هلا ما رجعش غار يعني. بس خلص أنا الهاجس اللي عندي رايح، أنا بدي أرجع أكل غار 100%. حملنا الإصابات ورجعنا فلينا يعني. تبي كان معنا الجيش، هذا الشيء عوزت الميكانيزم والميكانيزم، بس بده يستهدفك ما موقر لا جيش ولا يعني. حتى لجنة الميكانيزم هو مش موقرة يعني بكذا مطارح هو نحن يعطينا إذن الميكانيزم يروح يبلش علينا رمي مدفع يعني. تحس القرارات بس خلص انه انت حتى نوعا ما تكون مبرئ للذمه. هو زي ما انت عم تقول بالنهايه انت عم تشتغل الصح الصح وبالطريقه القانونيه والمضبوطه، ومثل ما حتى تبعد الشكوك، تقول لهم للعالم بكون ميكانيزم هي مع الميكانيزم واستهدفوا حدنا. حتى ما وقت امال خليل الصحفيه امال خليل صح. كان وقتها صليب احمر صح. وشباب الدفاع المدني بمجد الزون، وامبارح مركز الدفاع المدني بالنبطيه، وامن الدوله ال 12 بالنبطيه 13 عفوا 13 شهيد. انه
عشان هيك بتصير انت بمطرح من المطارح بتفقد الامل بهالحصانه اللي تفقد الامل انت من بيئتك، من يعني بيئتك كلبنانيه. يعني ايه بيطلعوا ايه ما هن عم بيحملوا صواريخ، لك بلا ما تطلع تدافع عني تطلع بتاكد للاسرائيلي انه احنا عم نحمل صواريخ. نحن ما عم نحمل صواريخ، بس بترد على الاعتداءات الكاذبه اللي له، بلا ما توقف معي كلبناني كخيك بالوطن بتحاربني، بيجوا بيقولوا لك انتم ما بتشبهون. الحمد لله. الحمد لله. نحن لكل لبنان. انا بقول انا بقول عن حالي. لحظة بيشبهكم ايه ما الحمد لله، لانه انت أبطال. يعني حرفيا انتوا الابطال، وانتوا العالم يلي مش بوجهك عم بحكي، بس العالم اللي نحن بنفتخر فيهم. وهيدول الخامات اللي موجودة عنا بمجتمعنا، عالم بتضحي بنفسها كرمال مجتمعها وتنقذ أرواح، مش كرمال بدها تروح على مطارح على الكيان وترقص وتنبسط صح. وتعيش حياتها. هون ثقافة الحياة إنه أنت عم تعطي حياة من حياتك، يعني أنت عم بتقيم من عمرك وصحتك العقلية والنفسية والوجع تبع أهلك والقلق كرمال تنقذ ولاد شعبك. هي ثقافة الحياة، هو نحن يمكن أكتر عالم نحن بنفهمها شو يعني ثقافة حياة. على الأقل يعني تعال شوف شبابنا كلها متعلمة، تطلع إنه إيش والله مجابرك تكون هون. يعني بالبزورية في دكتور متطوع معنا بالهيئة، دكتور أسنان، بنفس الوقت هو فاتح عيادته كرمال العالم الصامدة، بنفس الوقت هو عم معنا بالإسعاف. صح. فلا تعال شوف، لا نحن مش والله مش خلق الواحد خلص هو خلقان للموت، لا خلقان نحن للحياة. نحن بنحب الحياة أكتر منك يعني. بالضبط هيك بالزبط. بس ما بنقبل الذل. هيدي هي. حتى ليك كان في الشهيد عائل غريب، الشهيد عائل من أصدقائي، بس أنا بقول لك عن الشهيد عائل كان من المتعلمين، مسافر عايش حياته، مقتدر ماديا، صح. ومجوز وعنده أولاد، صح. وعنده حياته، استشهد بضيعته بطرحرفة دفاعا عن طرحرفة. ليك بيو للشهيد عقيل كنت ثاقبت انه انا كنت عنده عم غير دوالب للاسعاف، فقامت قعدت حده قال لي شوف في شاب ضرب الطرحرفة، قلت له لا سليمة. بتعرفه ايه كمل. هلا بنفس الوقت انا مبلغ انه في ضرب بطرحرفة وراح فيها شهداء، وقالوا لي هذا اللي عم تغير عنده ابنه استشهد. قلت له لا سليم. شو بدك تقول هذه هي انه انا شفت لا جماعه مقتدرين مش ناقصهم شيء، بس خلص بحب الارض، بحب ارضه وضيعته وما هان عليه زي ما انت عم تقول. يعني رحت بس حتى رحت مشوار انه بدي اطلع من هالموقف، انه انا بديش كون بهالموقف اللي تزف هذا الخبر. هو فخر وعز، بس هذا كمان بشر نحن، يعني مثل صح. بشر نحن. صح. رحت رجعت لقيتهم صايرين مبلغين صراحه. اني اول ما وصلت حسيت انه بظهر عم بمهدول، لا طلع هن مبلغينه يعني، وصابر الزلمه ومحتسب وماشي حاله وهنيئا له، وعم يتقبل التبريكات اللي هي العالم جاي تشوف، جاي تشوف اذا هو عرف ولا لا جاي تواسيه، وفتحوا عزا قدام المحل لحد ما رجعوا نقلوا للعزا. يعني بتذكر حتى هي كانت اول مره نطلع طرحرفة، وقتها كمان اخذوا اذن يندفن فوق. صح. هي كانت طلعت الاهل طرحرفة وشمع وهو كله، لانه كان بعدها ايوه الله يرحمه. ختامها، شو رسالتك اليوم انت للعالم يلي عم تحضرنا، العالم اللي بلبنان، لبيئتنا؟ شو الرسالة اللي انت حابب توجهها او حابب تحكي؟ الرسالة لأهلنا، نحن حق مهما بلغت التضحيات، يعني قد ما استهدفونا مرة وتنتين وثلاثة، لا نحن حدكم ومعكم، ورح نضلنا مكملين بمسيرنا، لأنه هو نحن عارفين شو هي رسالتنا الإنسانية. لك هي كتير كبيرة هي. بعرف. يعني فيكش انت تقول للعالم شو بدك تقول للعالم، يعني أنا معك أكتر من هيك، يعني فيكش تقول له يعني أنا معك، شو بدك موت معك بموت معك، بدك دم أنا بعطيك على القد. إن شاء الله إنه الوسائل الإعلامية هي تسلط الضوء كرمال الشباب، كرمال تضحياتهم، الدم اللي راح،
نحفظه، نبين إنه نحن ليش استهدفنا، شو كان مسيرنا، شو كان شغلنا. هيك كتير أنا بدعي إنه العالم هي لا تضوي علينا، تتعاطف معنا نوعا ما، كرمال نحن يمكن نعرض الصورة للجهات الأجنبية، إنه تعالوا شوفوا الجهات الأجنبية حسب ما التقات يتفاجئوا إنه والله صار هيك، والله صار هيك، ما معناش خبر. طب إيه يعني ساعدونا، نحن مكملين رغم الاعتداءات، رغم الإمكانيات اللي هي ضعيفة. يعني عنا بورة صارت كلها سيارات مضروبة، يعني هي ما اسمهاش بورة، يعني إذا بتروح هي جنة، كل سيارة بتحكي عن استهداف، هي شاهد على إجرام. كل سيارة إلها قصة. يعني شاش الشباب استشهدوا بقلبها، شاش الشباب يعني هي روح كانت معهم، هي عاشت آخر لحظاتهم يعني. فيروحوا يشوفوهم، يسمعوا قصصهم، يحسوا فيهم. في مطارح إنه هلا يمكن أنا صرت متعود نوعا ما، بس في مطارح لا، هي القصص صارت فعلا مخنوقة يعني. لا يروحوا يشوفوا، يسمعوا قصصنا، يشوفوا تجاربنا، يسلطوا الضوء علينا، والله يحميهم. إن شاء الله نحن نخلص من هالأزمة، كونه بعدنا بحرب يعني. إن شاء الله إن شاء الله. يلا الأمكان مزومة فوق، هلا بتلبد لبال ما نروح. ختامها نحن بقول لك إنه مش بس نحن متعاطفين، وفي نسبة كبيرة من العالم بتشوف إن أنتو فخر لأننا نحن بنفتخر بأنه عنا هيك جسم وهيك شباب عم بتحط دمها على كفة مقابل تنقذ عالم. وبعتقد الجرائم العدو صارت واضحة، واضح مين الخير والشر، بس العالم هن مختارين هيدول. فختامها نحن بنقول لكم نحن باسم العالم يلي متحضرنا مدينين لكم وممنونين لخدمتكم، والله يحميك. الله يحميك يا غالي. حبيبي القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت يا غالي، شرفت.